45 مليون حساب شخص مصري على تطبيق واتساب معروضين للبيع على الانترنت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه الحكايه وازاي ده حصل واعمل ايه انا دلوقتي؟ كل ده هنقوله في فيديو النهارده اللي لازم تشوفه لغايه الاخر، وكمان تعمل شير لغيرك علشان كمان هو يعرف. في واحد بقاله 5 ايام تقريبا عارض ارقام 487 مليون مستخدم من واتساب للبيع على الانترنت، ومقدم حوالي 2000 رقم عينه مجانيه علشان الناس تتاكد ان الداتا حقيقيه، واكتر من حد اكد انها حقيقيه. المستخدمين في 84 دوله، وللاسف حوالي 45 مليون رقم منهم تخص اكونتات مصريين. ازاي حد يقدر يستخدم الارقام دي؟ واحد يبعت لك على ان واحد صاحبك رساله وفيها لينك تدوس عليه فيخترقك، واحد يبعت لك عرض شغل او اعلان منتجات وفي لينك تدوس عليه فيخترقك، واحد يبعت لك انك كسبت جايزه بس لازم تملى بياناتك فالرساله فيها لينك تدوس عليه فيخترقك. اي حد يبعت لك اي حاجه في رساله وفيها لينك تدوس عليه فيخترقك. ممكن واحد ياخد رقمك ويروح يجرب على كل السوشيال ميديا، يمكن يلاقي لك اكونت ويحاول يسرقه. الانيل من كده ان واحد ياخد الرقم ويكون ليه مثلا حد في شركه خدمات الموبايل اللي خطك تبعها ويقدر يطلع شريحه، وفي الحاله دي باي باي كامبورا. ودي حصلت مع حد مشهور بيعمل محتوى قهوه من ايام بسيطه. ازاي تحمي نفسك من اي حد يبقى عارف رقمك على واتساب؟ ما تدوس على اي لينك في اي رسائل جايه لك من ارقام غريبه، ما تديش اي تفاصيل عنك لاي حد ايا كان على واتساب، خصوصا لو ما تعرفوش، واطلب انكم تتكلموا تليفون. اياك تدي لاي حد اي تفاصيل شخصيه زي تاريخ ميلادك واسمك الثلاثي او الرباعي باي لغه، وطبعا اكيد ارقام بطاقتك وباسبورك. بالمناسبه متحدث ميتا اعترف ان الارقام حقيقيه، بس قال ان حجم الداتا مبالغ فيه شويه وما تسربتش من انظمه واتساب ولا حاجه، وهو غالبا عنده حق. هو اتسرب على الاغلب بنظام حاجه اسمها الداتا سكرابنج، وده نظام بيتم فيه سحب البيانات من قواعد تخزينها في سيرفرات الشركات مش سيرفرات واتساب، وده هنتكلم عليه في فيديوهات تانية. وما تنساش دعمك بفولو لايك كومنت شير.